كاينه واحد البلاصه في العالم اللي كتشد الفضول ديال اي واحد عزيز عليه الغموض. قاره ماشي بحال باقي القارات، بعيده وبارده ومغطيه بجدار جليدي ضخم كيحميها. فهنا حنا كنهضروا على قاره انتاركتيكا، القاره البيضاء اللي كتحيط بالكره الارضيه من تحت، واللي العجيب فيها ماشي غير البرد القارس ولا الجليد اللي ما كيساليش، ولكن حتى الصمت اللي كيدور عليها وكانها سير كبير ممنوع انه يتكشف. فكاين اللي كيقول بان وراء الجدار الجليدي كاينه حياه اخرى وقارات اخرين، ويمكن حتى ناس اخرين يا اما اكثر منا تطورا ولا متاخرين علينا بزاف. فعلاش كل الدول الكبار متفقين انهم يديروا عليها معاهدات وما يخلوش الناس انهم يقربوا ليها؟ واش بصح هي مجرد قاره مجمده ولا كاين شي عالم اخر ورا ذاك الجدار الجليدي؟ وعلاش بزاف ديال النظريات كتقول بان وراء هذه الارض كاينين شي اسرار كيخبيوها علينا؟ هاد الاسئله وكثر غنحاولوا نجاوبوا عليها في حلقتنا اليوم. فقبل ما نكملوا ما تنساوش انكم ديروا لايك، تشتركوا في القناه وتفعلوا ذاك الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وبلا ما نطول عليكم في المقدمه خلينا نبداو. فكل شيء غادي يبدا مع الخريطه الغامضه تاع بيريريس. ففي بدايه القرن السادس عشر وبالضبط سنه 1513 واحد البحار وعالم عثماني سميتو بيريريس رسم خريطه غريبه بزاف. هذه الخريطه اللي ولات معروفه اليوم بخريطه بيريريس ماشي بحال اي خريطه عاديه، لانها كتبين مناطق من العالم اللي حسب التاريخ الرسمي ما خصهاش تكون معروفه في ديك الوقيته. فالغموض الكبير كيبان ملي كنشوفوا الجزء اللي مرسومه فيه قاره انتاركتيكا، ولكن الغريب ماشي هو وجودها، بل الغريب هو كيفاش ان بيريريس رسمها بلا جليد. كانت جبال عاليه وانهار كيجريو، سواحل واضحه كانها ارض خصبه عامره بالحياه. ولكن هنا كيطرح لنا السؤال اللي حير العلماء والباحثين: كيفاش رسام في القرن 16 عرف قاره اللي ما اكتشفت رسميا حتى القرن 19؟ بعض الباحثين كيقولوا بان بيريريس ما كانش كيخترع من راسه، بل اعتمد على خرائط اقدم بزاف، ربما كتعود لحضارات مجهوله سبقاتنا بالاف السنين، حضارات كانت عندها علم وجغرافيا متطوره بزاف وضاعت اثارها مع مرور الزمن وما بقى لنا منها غير فتات ديال المعرفه. وهنا كيجي الاحتمال اللي كيخلي القصه مرعبه ومثيره اكثر. يمكن تكون انتاركتيكا ماشي ديما مغطاه بالجليد، بل في شي حقبه قديمه بزاف كانت ارض خضراء معموره بالبشر وحضارات غامضه، ومع تغير المناخ او كارثه كونيه احنا ما عارفيناش تراكم الجليد وغمر كل شيء ودفن معاه اسرار ما بقى منها غير خريطه مرسومه على جلد ديال الغزال. واللي زاد الغموض هو ان الدراسات الحديثه بالتصوير الفضائي والرادارات تحت الجليد فعلا كشفت على معالم ديال انهار قديمه وجبال مدفونه تحت الكتله الجليديه. بمعنى اخر فالخريطه ماشي مجرد صدفه ولا تخيل، بل فيها شي حقيقه اللي خفيه. واش بيريريس كان فعلا كينقل حضاره قديمه مجهوله؟ واش هاد الحضارات كانت عايشه في انتاركتيكا قبل ما يغطيها الجليد؟ او ربما كاين سر اعظم على هاد القاره مازال ما بغاش التاريخ الرسمي يكشفها لينا؟ هاد التساؤلات الكثيره فتحت الباب امام النظريات الغريبه على هاد القاره، خصوصا الناس المهووسين بنظريات المؤامره، وبان بانه كاين شي سر كبير مخبي من طرف شي جهه. فكاين اللي كيعتبر الجدار الجليدي هو باب لعالم اخر. المؤكد ان هناك اجناس بتعيش بعد الجدار الجليدي. في حياه بعد الجدار الجليدي، لازم يكون في حياه بعد الجدار الجليدي، ما ينفعش ما يكونش فيه. هذا التكتم بيقول ان في هناك حضاره بعد الجدار الجليدي. فمنين كنشوفوا صور ديال السواحل ديال انتاركتيكا اول حاجه كنشوفوا هي واحد الجدار جليدي هائل، ماشي بحال الجبال العاديه، ولكن سور ابيض كيبدا من سطح البحر وكيطلع حتى لمئات الامتار، بحال شي حاجز طبيعي كيسد الطريق على كل من كيحاول انه يدوس. هذا المشهد البارد والغامض ما بقاوش الناس كيشوفوه مجرد جغرافيا طبيعيه، فبزاف ديال النظريات بدات كتحيط به وكتقول بان الجدار الجليدي ماشي غير تراكم ديال الثلوج، بل هو واحد الفاصل بين العالم اللي كنعرفوه وعالم اخر مجهول كيتخبى وراه. فالناس اللي كيامنوا بنظريه الارض المسطحه كيعتبروا انتاركتيكا ماشي قاره، بل هي جدار اللي كيدور حول الارض كامله وكيمنع البشر انهم يخرجوا للجهه الاخرى. فورا هاد الصور وحسب هاد الاعتقادات كاينه اراضي خصبه ومحيطات مازال ما تكتشفت، او ربما حتى قارات اخرى ما بغاتش القوى الكبرى انهم يكشفوا لنا عليها. واللي زاد الغموض هو ان كل محاولات ديال الطيران فوق القاره كتكون محدوده، والملاحه البحريه كتنظم داكشي بشكل اللي صارم بزاف، وهذا الشيء اللي خلى بزاف ديال الناس انهم يشكوا ان كاينه شي حاجه كتخبى فعلا ورا الجدار الابيض. فكاين اللي كيامن بان الجدار الجليدي ماشي غير سور طبيعي، بل هو باب كيتخبى وراه اسرار واسرار خطيره، حضارات متقدمه بزاف وربما بقايا ديال الشعوب اللي عاشوا قبل الاف السنين وكان عندهم علوم وتقنيات كتفوق اللي عندنا حنا اليوم. اما بعض النظريات الاكثر غرابه كتشير لوجود مخلوقات غريبه ورا الجدار، كيقولوا بلي ان هذه الكائنات ما بغاتش البشريه تعرف بوجودها، او ربما العكس، القوى العظمى اللي في العالم هي اللي ما بغاتش الناس انهم يوصلوا عندهم. فهذا المنع من عند القوى العظمى غياخذنا مباشره لمعاهده انتاركتيكا والصمت العالمي. فكما معروف على العالم ديال السياسه ما كايناش شي حاجه سميتها اتفاق سهل، الدول العظمى كيتقاتلوا على كل متر من الارض، من النفط، الغاز، المعادن وحتى على الطرق ديال التجاره. ولكن الغريب ان في حاله انتاركتيكا وقع العكس. ففي سنه 1959 عندك امريكا والاتحاد السوفيتي وباقي القوى الكبرى وقعوا بسرعه على معاهده انتاركتيكا. هذه المعاهده شنو كتقول بانه ممنوع اي نشاط عسكري في المنطقه، ممنوع الاستغلال الاقتصادي للثروات، ومسموح غير بالبحث العلمي وتحت شروط اللي صارمه.
والأول مرة الأعداء اللي كانوا وسط الحرب الباردة كيتسابقوا على التسلح والهيمنة اتفقوا بكل هدوء. وهذا الشيء كيطرح السؤال مهم، هو علاش هذا التفاهم السريع؟ فلو كان الموضوع بيئي فراه العالم ما عمره اتفق بسهولة على حماية الغابات ولا المحيطات. ففاش كتكون المصالح الاقتصادية في الدول العظمى عمرها ما كتخلي الفرصة أنها تفلت من يديها. فأنتاركتيكا هي عامرة بالثروات، فيها معادن نادرة، احتياطات هائلة ديال الماء العذب وحتى الغاز والنفط، ومع ذلك اتفقوا أنهم يتجاهلوها. وهنا كيبدا الغموض. كاين اللي كيقول بان الدول العظمى اكتشفوا شي حاجه خطيره في المنطقه وقرروا انهم يسدوا عليها بصمت. كاين اللي كيتحدث على قواعد سريه مبنيه تحت الجليد، بعضها تابع للنازيين اللي هربوا من نهايه الحرب العالميه الثانيه. ففي هذا السياق تاع النازيين كاينه واحده من اغرب القصص، واللي هي عمليات القفزه العاليه، واللي كانت في عام 1946. وسطروا لي مزيان على هاد 1946 حيت قبلها بعام كانت يلاه سالت الحرب العالميه الثانيه فاش انهزموا النازيين. ما علينا. الامريكان مشاو بجيش كامل، طيارات، بواخر حربيه، بحال غادي للحرب. الهدف الرسمي كان قال لك هو التدريب في الظروف القاسيه، ولكن النظريات كتقول حاجه اخرى، انهم مشاو باش يواجهوا قواعد سريه ديال النازيين اللي هربوا تما من بعد الحرب العالميه الثانيه. فكيتقال بان النازيين كانوا متطورين في التكنولوجيا، حتى كاين اشاعات انهم كانوا خدامين مع مخلوقات فضائيه. واش بصح انتاركتيكا فيها قواعد سريه حتى اليوم، ولا هذه بقات واحده من اغرب الفرضيات، خصوصا ان هذه العمليه دارت كما قلنا من بعد سنه فقط من الحرب العالميه الثانيه. والغريب في الامر هو ان حتى الاعلام نادرا ما كيهضر على انتاركتيكا. الصوره محدوده والزيارات العلميه مراقبه، واي بحث كيكون بتصريح خاص، كأن شي واحد باغي يخلي هذه المنطقه بعيده عن الانظار. فواش المعاهدات كانت فعلا لحمايه البيئه، ولا كانت شي صفقه صمت عالمي باش ما يتكشف السر اللي كاين تحت الجليد؟ واش العالم كامل متفق انه يخلي هذه الحقيقه مدفونه؟ واللي مؤكد هو ان انتاركتيكا ماشي مجرد قاره جليديه، بل واحد الصندوق اسود ديال البشريه، واللي وراه سر كبير. بقات الاسئله بلا اجوبه. واش الانسان غادي يقدر شي نهار انه يكشف شنو كاين وراء الجدار الجليدي، ولا غنبقاو ديما محصورين في الحكايات والشكوك؟ اما بالنسبه لي انا فانا كنشوف بلي ان الجدار الجليدي هو ماشي غير لغز خارق للطبيعه، وانما كنعتبره ايه من ايات الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. فالاسلام علمنا ان كل شيء اللي كاين في الارض والسماء مخلوق بميزان وحكمه، والله سبحانه وتعالى كيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. والجليد ما هو الا صوره من صور هذا الماء اللي كيحافظ على التوازن ديال الارض. والعلم بالدور ديالو عطانا واحد التفسير واضح بان هذا الجدار اللي كيهضروا عليه ما هو الا تراكم ديال ثلوج وانهار جليديه في القاره القطبيه عبر ملايين السنين. العلماء كيعتبروه مختبر طبيعي كيبين لنا كيفاش الارض تبدلات وكيفاش ان المناخ كيتحول. فكرأي الشخصي ما خاصناش اننا نغرقوا في الخيال والنظريات ديال المؤامره، بل خاصنا نشوفوا الجدار الجليدي كرساله مزدوجه. دينيا هو دليل على عظمه الخالق، وعلميا هو كتاب مفتوح كيعلمنا بزاف على العالم ديالنا. فتا هنا اصدقائي كنكون وصلنا للنهايه ديال حلقتنا اليوم. لو وصلتوا حتى هنا ما تنساوش انكم ديروا لايك الى عجبتكم الحلقه، وتشتركوا في القناه وتفعلوا داك الجرس، وخلوا لي تحت رايكم في التعليقات وشنو تبغوا تشوفوا في الحلقات القادمه. كان معكم خوكم بيرون، السلام عليكم.